السلام عليكم. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناه شمال المتنوعه. اليوم جبت لكم كيكه او تورته اقتصاديه سهله التحضير بلمسه مغربيه. خليكم معايا في الوصفه. هنايا في الخلط الكهربائي عندي عندي 4 البيضات بدرجه حراره المطبخ، عندي واحد ساشيت فاني، وعندي كاس السكر. غنطلعوا مزيان هاد العناصر حتى كيتضاعف الحجم وكيبيض لنا الخليط. كيتضاعف الحجم ديال الخليط وكيبيض. كنزيد عليهم نص كاس الزيت، كاس ونص د الطحين، وواحد الخميره، وكنطرب الخليط ديالي مزيان. ومن بعد كنعملو في الطاوه اللي مدهونه بالزيت ومرشوشه بالطحين، وكندخلو الفران اللي مسخن على قبل على درجه حراره 180 من تحت ومن فوق. كندخل الكيكه ديالي طيب غير في الرف الوسطاني، غير من تحت شعلاله على درجه حراره 180 30 دقيقه. هنا الطبقه الثانيه ديال الكريمه غادي نحتاج 2 المعالق كبارين د السكر مع 2 المعالق كبارين د المايزينا. تقدروا تعوضوا مايزينا مستحضر كريم باتيسير، تقدروا تشروها اولا تعدلوها في الدار بحال انا عملت مايزينا. وغادي نعمل غير نص لتر د الحليب لان المول ديال الكيكه عندي صغير. تقدروا تعملوا الا عملتوا مول كبير عملوا لتر د الحليب صافي. غادي نعمل نص لتر د الحليب مع 2 المعالق كبارين د مايزينا، 2 المعالق كبارين د السكر. غنخلط ديك الخليط ديالي مزيان باش كنتاكد بان داب لي السكر مع مايزينا. ومن بعد غنعملو فوق العافيه على عافيه مهيله غير بشويه مع الاستمرار. كنحرك الكريمه ديالي باش ما كتعملش ديك الطيبات الحرق وتلصق لنا في الكاسرونه صافي. غنحرك مزيان الكريمه ديالي حدي كنشوفها بدات كتعقد، كنطفي عليها العافيه وكنعمل لها الساشيت فاني. وتما كتكون عندنا الكريمه وجدت باش كنعملوها على الكيكه ديالنا. هنا كما كتشوفوا كنخلط غير بشويه صافي. هنا طفيت العافيه وغنعمل فاني ديالي. هنايا الكيكه بعد ما خرجت خليتها تبردت. انا ما سقيتهاش الصراحه لان الكيكه جات هشيشه ورطيبه ما شاء الله. هنايا غادي نعمل الكريمه ديالي، غادي نوزعها غير بسباتولا ولا بالمعلقه دغيا دغيا لان مع هذا الجو بارد دغيا كتبرد ودغيا كتجمد صافي. هنا غنعوطها مزيان مع المول. من الاحسن نستعملوا هذا المول اللي كيتفتح في الجنيبات صافي وكنخليوها على جنب كتبرد. هنا الطبقه الثالثه د الكريمه غادي نعمل 3 المعالق كبارين د السكر، 2 المعالق كبارين د مايزينا، 2 الاظرفه د الفلون د لافاني او فاني، وغادي نعمل نص لتر د الحليب. كما قلت لكم تقدروا تعملوا لتر د الحليب. وغادي نعملها فوق العافيه طيب كما قلت لكم على عافيه مهيله حتى كنحصلوا على كريمه عاقده صافي. كما كتشوفوا غنخلطوا الخليط ديالي صافي. هنا الخليط ديالي غنخليه يطيب على عافيه مهيله كما قلت لكم. ومن بعد ملي كيطيب كنطفي عليه العافيه وكنعمل عليه ملون غذائي احمر وغنعملو على الكيكه ديالي. هنا كما شفتوا شويه بشويه بشويه. من الاحسن ما نغفلوش عليها لانها دغيا كتشلط العافيه وكتبدا تعمل الحرق مقع الكاسرونه صافي. ملي كنطفيو عليها العافيه كما قلت لكم كنعملوا لها ملون غذائي. كما كتشوفوا الكريمه الطبقه الثانيه هنايا كانت بردت صافي. مع دابا البروده دغيا تبارك الله كتجمد صافي. وهنا غنفرغ الكريمه الطبقه الثالثه د الكريمه وغنخليها تبرد على جنب. بالنسبه للزواقه د النجيمه انا صراحه عملت غير الشوكولاته ذوبته بحمام مائي وخليته تذاب مزيان شوكولاط ابيض ومن بعد زدت عليه شي حاجه د الملون. خساره الكاليتي د الشوكولاط خرجت لي ماشي كيف ما حبيت. ومن بعد الشوكولاط ملي داب لي فرغته على كاغيط او ورق الزبده وبديت كنعمل اشرطه طوالين ومن بعد هرسته شويه بشويه وزوقت به الكيكه ديالي اولا التورته. نتمنى تعجبكم الوصفه وإلا عجبتكم ما تنساونيش من الدعم ديالكم ولا لايك ديالكم. نتمنى تجربوها وتعجبكم. بلمسه مغربيه كما كتشوفوا بمناسبه تاهل المنتخب الوطني المغربي. له كل الدعم والمسانده. نتمنى تعجبكم الوصفه ونتلاقاكم في فيديو جديد. مع السلامه.